إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضي. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. أهلا وسهلا بحضراتكم. أخبار مشوقة وأخبار طريفة عن الكرة وعن اللاعبين وعن المباريات. نقضي معاكم لحظات جميلة ووقتا ممتعا مع أخبار الكورة. عنوان الخبر: الأهلي ينهي تدريباته في المغرب من أجل لقاء الجيش الملكي. أنهى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي الأول في المغرب، والذي أقيم على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية. ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى دولة المغرب يوم الأربعاء 26 نوفمبر استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونادي الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة 28 نوفمبر الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. عنوان الخبر: ريال مدريد يحقق فازا كبيرا على أولمبياكوس من 4-3 بدوري الأبطال. أحرز المهاجم كيليان مبابي فازا كبيرا للريال، فقد أحرز 4 أهداف، منها 3 أهداف خلال 8 دقائق فقط، لتكون ثالث أسرع ثلاثية في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقاد مبابي ريال مدريد إلى فوز مثير من 4-3 على مضيفه أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء، ليستعيد الريال بذلك مذاق الانتصارات بعد 3 مباريات متتالية بلا فوز في كل المسابقات. عنوان الخبر: الاتحاد الدولي يخفف العقوبة عن كريستيانو رونالدو. خبر مفرح: تأكدت مشاركة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال من الجولة الأولى، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الثلاثاء توقيع عقوبة مخففة على رونالدو بعد الطرد الذي تعرض له خلال هزيمة منتخب البرتغال أمام جمهورية أيرلندا بنتيجة من 2-0 في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا، بعد ضربه مدافع المنتخب المضيف بدون كرة. عنوان الخبر: ليفربول يتعرض لهزيمة مخزية أمام فريق أندهوفن. تعرض فريق ليفربول لهزيمة مخزية أمام نظيره بأس في أندهوفن بنتيجة من 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا. وبهذه النتيجة يتواجد ليفربول في المركز 12 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في 2، وتسجيل 10 أهداف وتلقي 8. وواصل فريق ليفربول نتائجه المخيبة هذا الموسم في واحدة من أسوأ العروض التي قدمها الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. عنوان الخبر: فينيسيوس البرازيلي نجم الريال هل يرحل إلى أهل جد؟ حسم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني موقفه من العرض الضخم الذي قدمه نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد معه، في ظل الجدل الكبير الذي أثير حول مستقبل اللاعب وعلاقته داخل جدران النادي الملكي. وفي هذا السياق كشف تياغو فيرتاس وكيل أعمال فينيسيوس جونيور في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية حقيقة رحيل موكله عن القارة العجوز،
مؤكدا أن كل ما يتردد حول تفكير اللاعب في مغادرة أوروبا خلال الفترة الحالية غير صحيح على الإطلاق.